نحن كقيادة سياسية نبذل كل قصارى الجهد على عدم إراقة الدم وعلى عدم حدوث أي طلقة بندقية، وندعو كل المعنيين في الساحة الانخراط في الحوار السياسي، والحوار هو أفضل وسيلة بدلا من التفاهم عن طريق فوهات البندقية أو المدفع والرشاش. في نهاية المشوار ولا سمح الله، وهذا إن شاء الله ما يحصل، إن شاء الله ما يحصل، لو انفجر أي وضع عسكري سيعود في نهاية المطاف إلى طاولة الحوار. طيب تعال معي على طاولة الحوار مقدما، تعال نجلس على طاولة الحوار واطرح شروطك واطرح مطالبك وخلينا ناخذ حكم. احنا مرحبين بوساطة خليجية سعودية خليجية، ويسمعوا مننا ويسمعوا منهم ويكونوا حكم. ما يشتوش عربية سعودية، ما يشتوش السعودية والدول الخليج، تعالوا تشتوا أوروبيين محاضرين. المهم أن يكون في شاهد ومشهود على هذا الحوار، ويشوف من الطرف المتعنت، من الطرف المتمترس وراء الفوضى وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وإقلاق أمن المواطن وارتفاع الأسعار. نعم. أنه تحل الأمور إذا ما قرر الرئيس أن يتنحى وكل واحد بيروح على بيته. أنا أتحداهم مرتين وثلاثة أنهم يقدروا يحلوا مشكلة حتى لو رحل الرئيس بعد ساعتين. إذا كنا شطرين في الماضي قبل 22 مايو سنطلع 4 أشطار، ولن يقدروا إلا يزوعوا في العاصمة صنعاء أو في 2 3 محافظات. لن يحصلوا على حضرموت، لن تكون معهم حضرموت، لن يكون معهم عن جنوب وحوثيين لن يكون معهم الجنوب، لن يكون معهم الشمال. هؤلاء يعني فاقدين صوابهم. الشمال لن يكون معهم ولن يكون ضمن الدولة اليمنية الموحدة. حضرموت لن تكون مع الدولة الموحدة. جنوب الوطن لن يكون مع الدولة الموحدة، سيبقوا المثلث 1 2 3، والمثلث حيكون مفكك. عشان هيك بتخوفهم، لأنهم يقولون أنه الرئيس يعني يلف على الموضوع. لو قرر وسلمنا السلطة سلميا سأظلنا رئيسا للحزب حتى يقرر الحزب من يعين بدله إذا قرر الحزب، لكن سأكون رئيس للحزب ما في شك، وأعمل لهم شغلة أسوأ من شغلاتهم. يعني ما راح يصير زي مصر أنه يستقيل الرئيس